كلامي النهاردة عن المطلقات. في ناس بتاخد خطوة الطلاق بكل سلاسة واحترام. القرار بيكون منهم هما الاتنين، وده لما يكونوا عارفين خلاص ان الحياة بينهم وصلت لطريق مسدود، وعلشان يحافظوا على العشرة اللي بينهم ويحافظوا على السلام النفسي لأولادهم ولحياتهم أخدوا القرار الصح. وفي طلاق بيكون عن طريق المحاكم، لما الست تعيش مكسورة ومذلولة ومهانة واللي معاها بيتلذذ بألمها، فتضطر تلجأ للقانون سواء بالطلاق أو بالخلع، ده بسبب راجل ناقص. والأخطر من كده هتلاقي أشخاص، واسمحولي أقول عليهم مجرمين، ودول اللي مش بيهمهم غير نفسهم ومش بيفكروا بصحة الأولاد النفسية ولا حتى بيصونوا العشرة. هتلاقي الشخص ده بكل بساطة وبكل هدوء بيقتل اللي قدامه بدم بارد، بيتهم أم أولاده بشرفها وعرضها ويسوق سمعتها، وياخد كل حاجة منها ويجيب شهود زور يشهدوا معاه، وعايز يمضيها على وصلات أمانة واللي ساعده على كده رجل دين، وفي الآخر يرميها في الشارع ويكره الأولاد فيها. يمكن هو نجح في إنه يكسر أم أولاده، لكن القانون قال كلمته وبرأ الست دي، لكن هو ما اعترفش ببراءتها واتهمها كمان إنها رشت القاضي. انتوا متخيلين؟ الحقيقة ده تفكير شيطاني، والقدر كمان لعب لعبته في إنه ساعد الزوج في إنه ياخد حكم طلاق بطرق الله أعلم بيها، وأصبحت الست دي مطلقة. ده بالنسبة لي حكاية ولا في الخيال. علشان كده يهمني إنكم تشاركوني رأيكم، يمكن نقدر نوصل لها رسالة نعوضها عن الظلم اللي شافته. أنا مطلقة زي أي مطلقة، مش بتكسف إني أقول مطلقة. أكيد طبعا بعد الطلاق كنت حاسة بصدمة كبيرة، كان جوايا خوف من الناس، كنت حاسة إني في سجن من غير أبواب، كنت خايفة من المجتمع، وده علشان المجتمع دايما بيشوف المطلقة بشكل مهين، حقيقي مجتمع جاهل. كنت حاسة إن عيون الناس كلها بتراقبني في كل مكان، واسمي خلاص بقى البانة في بق اللي يسوى واللي ميسواش. عزيزتي المطلقة، اسمعيني كويس. أكيد انتي ما كانش حلمك إنك تتطلقي، كنت بتحلمي براجل يكون سند ليكي، وبتحلمي ببيت دافي ويكون حواليكي أطفال يكونوا سبب سعادتك وفرحتك في الدنيا. ده حلم كل بنت، ولكن بسبب اختيار غلط، ودي الغلطة الوحيدة اللي بندفع تمنها طول عمرنا، خصوصا لما يكون معنا أولاد. أكيد طبعا انتي حاولتي كتير وكتير، وجيتي على نفسك كتير وكتير علشان تحافظي على بيتك وعلى أولادك، لكن للأسف سكوتك على الإهانة كان السبب في الألم اللي جواكي. أرجوكي خليكي قوية رغم الألم والحزن اللي جواكي، واوعي تبيني ضعفك قدام الناس، مش هتاخدي منهم غير الشفقة والشماتة. اعرفي ان مش دايما القرار اللي بيكسرك بيكون غلط، ده هو في اوقات كتير جدا بيكون اكتر قرار انقذك وانت مش واخدة بالك. تعالي اساعدك واقولك ازاي تقدري تعدي صدمة الطلاق. اعرفي ان ده مش هيحصل من يوم وليلة، ولا هيكون سهل عليكي، وده علشان الطلاق كسرة صعبة جدا، وهو أصعب ألم هتاخديه على وشك وهيوجعك. في خطوات لازم تعمليها، والخطوات دي لازم تكون مرتبة. أول خطوة هي الاعتراف. اعترفي بالوجع اللي جوه قلبك، اوعي تهربي منه، واجهيه. اكتبي مشاعرك وطلعيها من قلبك، اوعي تحبسي نفسك، بالعكس اخرجي، اشتغلي على نفسك. لو عزلتي نفسك عن العالم مش هتاخدي غير الوجع والألم وإحساسك إنك ضحية، وفي الآخر هتتعبي، ولا قدر الله ممكن حياتك تخلص على كده. احمي طاقتك، ما تسمحيش لأي حد إنه يتدخل في حياتك. حطي حدود، المكان اللي مش عاجبك سيبيه وامشي، والكلام اللي مش عاجبك ما تسمعوش، وما تحكيش لكل من هب ودب على الألم والوجع والظلم اللي شفتيه. واوعي تقولي إنك ضحية، الكلمة دي الغيها من قاموسك. حطي جوه عقلك إن الطلاق ما كسركيش، بالعكس انت كده ربنا نجاكي، انت كده اخدتي خطوة قوية في انك تحافظي على سلامك النفسي.
لأنك بني آدمة من حقها تعيش. في اللحظة دي هتعرفي إن أي صدمة في حياتك هي جزء من رحلة حياتك، دي مش النهاية. وصدقيني في اللحظة دي هتقدري تسكتي الدوشة اللي جواكي، هتسمعي نفسك وبس، وده علشان انت الوحيدة اللي دقتي مرارة الأيام وقسوة السنين اللي محدش كان بيحس بيها غيرك. هتقدري تقفي على رجلك من تاني حتى لو كانت رجلك بتترعش، هتبصي في المراية وتقولي أنا هنا ولسه هبقى هنا. فالمطلقة يا عزيز الرجل مختارتش الطلاق علشان تمشي على حل شعرها أو تكون ست سهلة، لا، دي واحدة قوية قدرت تحافظ على سلامها النفسي. فالمطلقة كالموسيقى تعزف ألحانها لمن يجيد العزف على أوتارها. تحياتي لصاحبة القلب التي تحملت مرارة وقساوة مريض نفسي.